السلام عليكم. طبعا كلنا عرفنا ان مسؤولي بيراميدز قرروا رفع تذاكر مباراة بيراميدز او الاهلي وبيراميدز الى اسعار 3 اضعاف و4 اضعاف اللي هي المثل. يعني مثلا الدرجة الثالثة شمال كانت ب 75 خلوها ب 200 جنيه، واللي ب 1000 خلوها ب 2000، واللي ب 2000 خلوها ب 5000. اسعار الهدف منها تحجيم عدد حضور الجماهير النادي الاهلي، لان طبعا بيراميدز ده ملوش جماهير. طيب، قبل ما تسمع ابراهيم عبد الجواد اللي هو حرفيا غسل نادي بيراميدز ومسؤول نادي بيراميدز، مسكهم غسيل ومكوى بكل جرأة. اجمد فيديو اتقال في الموضوع ده هتسمعه لابراهيم عبد الجواد. بس انا في الاول عايز اطمنك على حاجة مهمة جدا جدا خاصة بالمباراة. ايه هي؟ اول حاجة، جمهور الاهلي بيحب ناديه جدا جدا، وعشان كده هتلاقيه وراه مهما كانت الصعوبات ومهما كان التحدي. لما تستعدي جمهور الاهلي بالعكس، انت كده غلطت غلطة كبيرة جدا. وفي مثل بيقول اللي بيحضر العفريت يصرفه. انت كده استعديت جماهير الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي. عايز اقول لكم ان التذاكر المخصصة للنادي الاهلي في المباراة نفذت بالكامل. هتجيب منين؟ هقول لك دلوقتي من شركة تذكرتي بنفسها ان تذاكر المباراة بتاع التذاكر المخصصة لجماهير النادي الاهلي في المباراة نفذت بالكامل. لم يعد هناك تذاكر حتى بالاسعار الجديدة. ايوه، حتى بالاسعار الجديدة. وتعالى بقى اوريك صورة من نفسها من شركة تذكرتي. شركة تذكرتي دي بالمناسبة ملهاش دعوة برفع الاسعار، دي مسؤولية نادي بيراميدز، لكن شركة تذكرتي مسؤولة عن تسويق التذكرة. ودي الصفحة هي الخاصة بتذاكر نادي الاهلي اهيت. درجة ثالثة يمين اهلي مفيش، درجة اولى يمين اهلي مفيش، مقصورة اهلي مفيش، والاجمالي بيقول لك ايه؟ نأسف لا يوجد تذاكر كافية في هذه الفئة. تمام؟ ادي صفحة من تذكرتي نفسها. تذاكر مباراة الاهلي وبيراميدز المخصصة لنادي الاهلي نفذت بالكامل. تعالوا بقى نسمع ابراهيم عبد الجواد وتعالوا نعلق عليه. لقاء الاهلي وبيراميدز يوم الاثنين اللي جاي ده لقاء الدوري، فكل الناس كل الدنيا مستنياه. يقوم مسؤولو بيراميدز يتفتق ذهنهم الى طرح التذاكر. الثالثه ب 200 جنيه اللي هي اصلا ب 75، الاولى ب 2000 جنيه، والمقصوره ب 5000 جنيه. انتوا متخيلين يا جماعه الارقام؟ طيب تعال امسك القصه واحده واحده. حقهم مبدئيا بس عشان نوضح الامور، شركة تذكرتي ليس لها أي علاقة بهذه الأسعار. الأسعار دي شركة تذكرتي وما هو إلا وسيط لإتمام عملية الشراء وتنظيم عملية الشراء، لكن من سعر ووضع قيمة تذاكر لقاء الأهلي وبيراميدز هو إدارة نادي بيراميدز، صاحبة الحق أو صاحبة تنظيم هذا اللقاء وصاحبة الأرض في هذا اللقاء. فهم اللي حطوا الأرقام الغريبة دي. طيب نسأل سؤال موضوعي جدا. حقهم لأن ده ماتشهم، حقهم لأن ده ماتشهم. عايزين يعلوا المقابل المادي والعوائد اللي جاية من بيع التذاكر، برضو حقهم. بس ده كله ليه ضوابطه بالعقل. يعني أنا أفهم إن التذاكر الطبيعي ب75 فتخليها ب100، لكن 75 تزودها قرب ال3 أضعاف تبقى ب200. اديني عقلك، انت بتستعدي مين؟ وبعدين دي تكشف لك واحدة من سوءات وعورات تنظيم بطولة الدوري. هو مش المفروض واحنا بننظم الدوري بنبقى عاملين سيلينج او ضوابط؟ ولا عادي جدا ممكن كل نادي يطخ مع نفسه؟ واحد يقول لك التذكرة الدرجة الثالثة بقت ب 630,000 جنيه، وواحد تاني يبيعها ب5 ساغ، واحد تالت ب 17,000 جنيه. مش في ضوابط ولا كل نادي مع نفسه؟ انا عمري ما شفتها في حياتي. انا دايما بعرف واللي شفته ان المعامله بالمثل. يعني لو الاهلي بماتشه مثلا بيدي للزمالك عدد تذاكر معينه فالزمالك بيدي له كذا، لو التذكره هنا ب10 قروش فتبقى هنا ب10 قروش. انت كاداره بيراميدز بتستعدي مين؟ بتستعدي الناس الغلابه؟ اصل القصه مش قصه كوره ورياضه، القصه ان الناس بتروح بتقطع من قوت عيالها ومن قوتها عشان تروح تتفرج على ماتش. فانت مش حاسس بالظروف اللي الناس فيها، بالظروف الاجتماعيه والاقتصاديه اللي الناس فيها. فانت كمان حتى الهوا اللي بيتنفسوه، الحاجه اللي بترفع عنهم، انت بتغليهم عليها 3 أضعاف.
وبعدين بتصدر رساله عامله ازاي للاعيبتك ان انت ركبك بتخبط في بعض، وان انت خايف وقلقان من جمهور الاهلي انه يكون سبب اساسي في انه يكسب الاهلي الماتش. طب ما انت كده بتستعدي الجمهور اكتر وبتشرس الجمهور اكتر وبتحفز الجمهور اكتر. ده انا شفت ناس قالت لك انا عليا النعمه ما كنتش رايح بس هروح، حتى لو هستلف حق التذكره وهروح بقى بالعند في اداره بيراميدز. فانت اول واحد خسران، ما انت كسبان طول الدوري، وحتى الان انت متربع على القمه، وبنشيد بيك من اول الموسم ان بيراميدز مش ملتفتين الى اي حاجه ومركزين بس في الملعب، ودي واحده من اهم مميزاتهم السنه دي ومن مميزاتهم الاداريه السنه دي. بتوصل للاعيبتك ايه؟ ان انتوا مش هتعرفوا تكسبوا الاهلي لو معاه جمهوره، ان انتوا لو لعبتوا الاهلي بجمهوره ركابكم هتخبط في بعض، وانتوا لعيبه مش على قدر المسؤوليه ومش قادره تستحمل الضغوط وما تقدرش تواجه الاهلي بجمهوره، يبقى ما تستحقوش لقب الدوري. اللي عايز يكسب دوري هيكسب الاهلي ويكسب الزمالك، وانتوا كسبتوا الاهلي قبل كده وكسبتوا الزمالك قبل كده وماشيين زي الفل، وخساره ماتش قدام الاهلي ما هياش اخر الدنيا ولا اخر المطاف. ما تستعديش الجمهور وما تستعديش الغلبان اللي هو بالنسبه له ماتش الكوره ده هو ده المتنفس بتاعه اللي بيروح يتبسط بيه. بالعكس انت كده خليته بقى خصم مضاعف ليك، هينزل يشجع بكل ما اوتي من قوه لان انت خليته خصم تجاهك. وبرضه مع الاقرار بان ده ماتشك، عايز تكسب اكتر، عايز تزود عوائد، تمام، بس بالعقل بالمعقول. 75 تبقى 100 يا سيدي، تبقى 125 يا سيدي، تبقى 100 لكن 200 ليه؟ ليه 3 اضعاف ودرجه اولى ب 2000 جنيه بنلعب في الاولد ترافورد ولا رحنا سانتياغو برنابيو ليه؟ زي ما سمعتوا كده طبعا المباراه اللي جايه دي هي مباراه بطوله الدوري، لان طبعا دلوقتي حاليا فرق بين بيراميدز والاهلي فرق 5 نقاط فقط و3 مباريات مؤجله. طيب دلوقتي بيراميدز 28 مباراه والاهلي 25، لو الاهلي لعب المباراه الجايه هيبقى برضو الفرق 3 مباريات لانه هيلاعب بيراميدز. لو ربنا كرم ان شاء الله وباذن الله الاهلي يفوز يبقى برضه فرق 3 مباريات زي ما هو، ولكن يصبح فرق في النقاط نقطتين فقط. فهيكون فرق نقطتين و3 مباريات مؤجله، 3 مباريات ب9 نقاط، والفرق هيصبح مباراة نقطتين فقط. فطبعا بشكل كبير هتكون المباراه دي بالنسبه للفوز بيها النادي الاهلي هيكون حسم الدوري تماما. بعد كده بيراميدز اصلا عنده الزمالك، ما اعتقدش ان الزمالك يعني هيكون طرف ضاغط. لو انتهت المباراه بفوز الاهلي هيصبح المباراه تقريبا بتاعت الزمالك وبيراميدز تحصيل حاصل، ممكن تنتهي بالتعادل. ان شاء الله باذن الله يكون الحضور اكبر كمان من المباراه الاولى، ويكون النتيجه احسن من المباراه الاولى كمان، لان الاهلي بصراحه في المباراه اللي فاتت ضيع فوز كبير جدا جدا، خاصه في الشوط الاول او في اول تلت ساعه في الشوط الاول. الاهلي ضيع فوز كبير جدا جدا، كان بيراميدز مهزوز ومرتبك وخايف من النادي الاهلي، والاهلي كان ضغط كويس، كان ممكن يضاعف النتيجه، وفي فرصه من محمد شريف ضاعت، من وسام ابو علي ضاعت، غير الفرصه اللي هو جابها جون كمان، وكان في فرصه كمان لحسين الشحات يعني، وتسديده مروان عطيه، كان في فرص كتير للنادي الاهلي كان ممكن يضاعف النتيجه ويحسم المباراه. فان شاء الله الكلام ده نتلافاه في المباراه اللي جايه، وان شاء الله ونقدر نحقق نتيجه كبيره جدا.